السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقة حلوة جدا ولذيذة. طبعا للناس اللي ما بتحبش القرنبيط هيحبوه بالطريقة دي. انا من الناس اللي ما كنتش بحب القرنبيط نهائي، لكن من بعد ما جربته بالطريقة دي حبيته جدا جدا، وكمان الولاد عندي حبوه في البيت. النهارده بقى هنعمل مع بعض القرنبيط، او هنعمل مع بعض برجر القرنبيط. يلا بينا كده نبدأ الفيديو. بس قبل ما ابدأ في الفيديو يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايك وشير للفيديو. شايفين لونه الجميل ده، وشايفين بقى كريسبي من بره ومستوي من جوه، وشايفين بقى الشكل تحفة جدا. كمان احنا عارفين ان القرنبيط مفيد جدا جدا، في قيمة عالية جدا من العناصر الغذائية، فلازم ندخله في الأكل بتاعنا، وخاصة للولاد. اول حاجه هنا هعمل هجيب ميه مغليه على النار وهنزل فيها بالقرنبيط بتاعي. دي واحده قرنبيط كامله قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنسلقها كويس جدا. لازم نسلق القرنبيط بتاعنا كويس جدا في الخطوة دي، لانه احنا مش هنحمره كده وزي ما هو، لا ده احنا هنهرسه زي ما انتوا شايفين كده. هنطلعه بقى في صينية او اي وعاء زي ما انتوا شايفين، وهنهرسه بقى بشوكة او هراسة او اي حاجة. الناس اللي ممكن بتقول ممكن نفرمه في الكبة، مفيش مشكلة، بس انا مفضلش انه احنا نفرمه في الكبة، لانه ممكن ينعم معانا خالص. انا مش عاوزاه يبقى ناعم قوي يعني يبقى مفتت كده قطع صغيرة. وبعد ما خلصنا زي ما انتوا شايفين كده هرسناه كله. طبعا في زي قطع صغننة كده، يعني احنا مش عاوزين نفرمه يبقى معانا سائل. وهضيف معلقتين كبار من الخضرة، شبت على بقدونس على كزبرة. وهنا كده معايا بصلتين كبار، فرمتهم في الكبة، فرمتهم ناعم، طبعا لازم يتفرموا ناعم. ومعايا نص معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وحطيت معلقة صغيرة من الكمون، على معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة بقى من البصل الباودر، وكمان الثوم الباودر، ورشة كده بقى من بهارات الطبخ، أو لو مش بهارات طبخ ممكن نضيف السبع بهارات، ورشة صغيرة من الملح. أنا ما كترتش ملح لأنه أنا عندي الثوم عليه ملح، فمش هكتر ملح عشان ما يبقاش مملح قوي. وهنقلب كل المكونات بتاعتنا كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هاجي هنا بقى وهضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا بيدي هشاشة وبينفش لي بقى القرنبيط بتاعي، بيخليه كده هش وحلو. وهنضيف بيضتين من البيض، 2 بيضة، وهنقلب كويس جدا المكونات مع بعض. طبعا انتوا شايفين القيمة والعناصر الغذائية اللي احنا ضفناها مع بعض، بتديني قيمة عالية جدا من الغذاء. وهضيف هنا بقى شوية كده من الموتزاريلا. الخطوة دي خطوة إضافية، مهياش أساسية، ممكن نضيف الموتزاريلا ممكن ما نضيفهاش. وهنقلب المكونات بتاعتنا كويس جدا مع بعض. وهضيف كوباية من الدقيق، ونعجن بقى المكونات بتاعتنا كويس قوي. طريقة سهلة وبسيطة جدا على فكرة. أنا الولاد لما جربوا الطريقة دي هما ما كانوش بيحبوا القرنبيط، وأنا كمان ما كنتش بحبه. قالوا لي يا ماما اعملوه لنا على طول بالطريقة دي. نعجن بقى المكونات بتاعتنا كويس قوي كده.
بعد ما عجناهم هاجيب المكونات اللي معايا دي، معايا هنا بقسماط، ومعايا فيجيتار حار، ومعايا نشا. هنقلب المكونات دي كده مع بعض. طبعا اللي حابب يحط فيجيتار يحط، اللي مش حابب مفيش مشكلة. بس الفيجيتار الحار بيدي تيست حلوة جدا للقرنبيط. ولازم ندمج المكونات دي كويس قوي مع بعض. بعد ما اندمج الخليط مع بعض، هجيب بقى القرنبيط اللي احنا عجناه، وهناخد منه زي كور كده صغننة او كبيرة براحتكم، حابين تعملوا الحجم اللي انتوا عاوزينه. وبعد كده بنبططه على شكل دائري، وبنزل فيه بخليط البقسماط والنشا والفيجيتار. كل واحدة هنعملها بننزل فيها بالخليط بتاعنا، وبعد كده بنحطها على صينية لغاية لما نخلص كل الكمية. وممكن برضو نعمل شوية واحنا واقفين على البوتاجاز بنعمله، وبنحط في الطاسة على طول مفيش مشكلة. وممكن برضو خطوة تانية، ممكن انه احنا نعمل الكمية كلها وحابين بقى نخزن منه في الفريزر، وبنطلع من الفريزر على طول على الطاسة. في اي وقت بقى بنبقى عايزين اكلات سريعة، بنحط ده زي ما هو كده كأنه برجر بالظبط، بنحطه بقى في الفريزر وبنطلع من الفريزر على الطاسة على طول. هخلص كل الكمية وهرجع لكم تاني. بعد ما خلصت الكمية رحت بقى على طاسة كده فيها زيت سخن على النار. الزيت يكون سخن، ما يكونش بقى سخن قوي قوي، لا يكون درجة حرارته كده متوسطة، بحيث ما ال- القرنبيط ما يتلسعش ويانا ويبقى ني من جوه ومحروق من بره. وهنزل بقى بالقرنبيط زي ما انتوا شايفين كده لغاية لما ياخد اللون الذهبي من الجهتين. طبعا ايدينا فيه بقى باستمرار، نقلبه باستمرار. طبعا القرنبيط متماسك معايا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اخد اللون الذهبي من تحت، قلبناه على طول على الناحية اللي فوق. وزي ما انتوا شايفين كده متماسك طبعا، ما تفتتش ويانا في الطاسة. طبعا الدقيق هو بيخليه متماسك هو والبيض، وطبعا بينفش معايا زي ما انتوا شايفين كده في الطاسة، طبعا بسبب معلقة البيكنج باودر وكمان البيض. طبعا وصفة موفرة وكمان مفيدة جدا جدا. شايفين بقى لونه تحفة تحفة جدا. الريحة مش قادرة اوصف لكم الريحة من وانا بعجن فيه. بصراحة كانت ريحة البهارات مع الخضرة، بصراحة كانت الريحة رائعة جدا. ولما جيت برضو نحمره في الزيت، كانت الريحة رائعة كأننا بنعمل برجر بالظبط. شايفين بقى ياخد اللون الذهبي بقى الميل للبني شوية ده، بيدي بقى كريسبي، بيبقى كريسبي رائع جدا جدا، وبيبقى طعمه خطير. شايفين بقى اخد اللون الذهبي المايل للبني ده شوية، هنخرجه على طول على مناديل مطبخ. هخلص باقي الكمية وارجع لكم تاني. وهنا كده خلاص خلصنا. طبعا دي مش كل الكمية، دي جزء منها. بنقدمه بقى جنب سلطة بطاطس محمرة، ممكن برضو جنب رز او عيش زي ما تحبوا. كانت معكم أميرة الباز من مطبخ سوبر ميرو للأكلات. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير. باي باي.